شمس اف ام بودكاست. يا توانسة شوفوا كيفاش يهضروا فينا. شوفوا انتم اش عملتوا، هاي الجزائر. شوفوا انتم اش عملتوا، هاي الجزائر. حديث تونس. على أكثر من 250 صفحة يرجع على السنوات الأخرى الحكم بورقيبة، يتكلم على مرض الرئيس وتأثيره على قراراته في السنوات الأخرى، ويسرد عدد من الحوادث اللي صارت له معاه. يعطي زاد تفاصيل ليلة سقوط حكم بورقيبة وتولي بن علي 7 نوفمبر 87، ويتحدث على شخصية بن علي، ويرجع على عدد من الأحداث اللي صارت في عهده، ومنها عملية اغتيال القيادي الفلسطيني أبو جهاد في تونس من طرف المخابرات الإسرائيلية. رفيق الشلي مدير أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سابقا هو ضيفي اليوم في حديث تونس. سي رفيق مرحبا بك. أهلا وسهلا. سي رفيق، نبداو ربما من أهم حدث ترجع له الأولاني، هو في كتابك لو ساندروم دو كارتاج دي بريزيدون حبيب بورقيبة زين العابدين بن علي، كتاب مازال كيف إصدار. أهم حدث يمكن حتى في تاريخك المهني، ما نعرفش كنت تتفق معايا في التوصيف. 7 نوفمبر 87، واحد من العوامل اللي خلى بن علي يسقط نظام بورقيبة في بعض الساعات هو عدم تدخل الحرس الرئاسي، واكثر من هكا هو ربما انسحاب الحرس الرئاسي باوامر منك انت بوصفك وقتها مدير امن رئيس الدوله والشخصيات الرسميه. في كتابك ترجع بالتفاصيل شنو صار نهارتها وكيفاش تمت السيطره على قصر قرطاج من طرف رجال بن علي. لو كنا نبداو من الوقت اللي كلمك بن علي نهار 7 نوفمبر، ما الساعه غير ربع متاع الليل تقريبا، كيفاش كانت التفاصيل سي رفيق؟ هو قبل كل شيء لازم نعرف واللي راهو الأجهزة في تونس، أجهزة الدولة هي على رأسها مسؤولين اللي يسميهم رئيس الجمهورية، بحيث يعني بن علي وقت اللي وقع تسميته كوزير داخلية ثم كوزير أول من طرف رئيس بورقيبة، يعني أعطاه مسؤولية الأمنية كاملة بما فيها شرطة حرس إلى آخره، ووزير أول عنده كل شيء يعني وحتى الامن الرئاسي، كل شيء امن رئاسي وكل شيء تحت امرته، يعني بحيث ورئيس بورقيبه في الوقت هذاك كان يعني من الناحيه الصحيه كان يعني مريض شويه، ثم لو بوا دو لاج زاد كيف كذلك يعني بحيث هذا كل خلى فما شويه بن علي شاف الامور سهله باش ينجم يوصل للماجستير سوبريم. وبرمجها، وفي الواقع برمجها وحضرها مسبقا، خاطر فما تحضير صحيح. والتحضير السابق هو اول حاجه ساعه يلزم رئيس بورقيبه يعني اللي زول في قصر كرتاج يعزلوا. مشات عليه يعني زوجته، وصل يعني عن طريق سعيدة أساسي اللي هي لانياس دو بريزيدون باش وصل حتى باش للطلاق، باش طلقها. يعني الكاتب بتاعه الخاص اللي عمره كامل كان معاه، ومن الناس اللي يفيقوه بحوايج، هذا علال العويتي زاد كيف عملوا له يعني اللعبة عن طريق سعيدة باش بعدوه على قصر. منصور الصخيري كيف اللي كان هو محسوب مدير ديوان الرئاسي في وقت من الاوقات، حطوه وزير بعدوه باش يبعد على قصر. يعني محمود بالحسين كيف اللي كان يقرا له في الجرايد وكان يعلموا بعض حاجات. زاد بن علي ما عجبوش تدخل محمود بالحسين في بعض حاجات يعلم بها الرئيس، دونك عمل له عمله دو فاسون باش ابعده زاد كذلك على القصر، وقعد يعني منعزل وحده مع سعيد أساسي اللي هي لانياس دو بريزيدون، واللي هي مانيبيولي مباشره من طرف بن علي. واحنا كنا غاديكا ونعرفوا واللي بن علي كانت عنده طموحات كبيره، ولكن الفكر الفتره هذيك يعني الرئيس كان منعزل وما عادش قادر حتى باش ياخذ قراراته يعني. بالضبط. واحنا باش نرجعوا لها المواضيع هذه الكل بالتفصيل سي رفيق الشلي، لكن وانا حبيت نمشي في التدرج، نفس التدرج اللي انت استعملته في كتابك. يعني التفاصيل اللي صارت، انت من الناس اللي ما كانوش في بالهم، ولكن في بالهم قبل سويعات من عمليه الاطاحه بالرئيس بورقيبه، تم الاتصال بك من بن علي وقتها. كيفاش صارت العمليه هذه اللي وصلنا انه الامن الرئاسي ينسحب من حمايه رئيس الجمهوريه؟ هو يعني ليله 7 نوفمبر في نصف الليل وربع بالضبط، يعني تليفوني نوقز، بن علي كانوا بودي فيل
قال لي وين؟ قلت وراني في الدار. قال لي ماذا بك تلتحق بيا في وزاره الداخليه، خاطر هو وزير اول ولكن شاد ديما وزاره الداخليه، عرفها هي اللي القياده اللي تقود البلاد يعني. التحقت به تقريبا ماضي ساعه غير ربع، كنت بحذاه، دخلت البيرو نتاعو نلقى بحذاه يعني وزير الدفاع ثم ضباط رؤساء الاركان تاع الجيش البر ومتاع الطيران ومتاع يعني الضباط الكبار الكل هذه. والهادي بكوش زي كيف كان واقف يملي يعني، سمعت اسماء وكذا، كانوا يعمل في حكومه يعني في ثم لقيت بن علي قال لي تفضل كذا، شاف شويه هكا حس وبكوش يتكلم، قال لي تعرف كيفاش يمشوا للصالون. احنا خارجين من البيرو نتاعو يعرضوا لحبيب عمار اللي هو المدير العام امر الحرس الوطني. يقول له يا حبيب اخلط علينا. مشيت انا وياه للصالون، انا بديت نفهم يعني شنية الحكايه كبيره هذه، فهمت اللي التنور الكل موجودين غادي، القياديين الامنيين والجيش وكذا كل موجود. قال لي شوف، قال لي فيق ماك تعرف الرئيس يعني كبر ولا يعني مرض وكذا ويلزموا يرتاح، واحنا تو خذينا تويكا مازلت كيف كونت الحكومه وعلنا عليها في الصحف وصحح الاوامر نتاع تشكيل الحكومه الجديده وكذا. وبعد ما صححوا بعد نهارين جا قال لي لا راهو حطيت ناس صغار وكذا يلزم نحيوهم بعدهم، ولينا نلعبوا ولا يعني اللي يجي يقول له حاجه ولا هو يعني دونك يلزم خلينا باش نخدموا كذا ونحبوا يعني نواصلوا العمل وهو يرتاح. وعلى كل حال احنا باش نحطوه في دار الهناء في صفاقس، فما هذيك الدار تابعه الرئاسه، بالطبيب نتاعو والفالي نتاعو ما ينقصوا حتى شيء، يعني يطمن فيه يقول لي هكا ما ينقصوا حتى شيء ويقعد يرتاح وخلينا احنا يعني نقودوا البلاد. يعني تصور مدير امن رئيس الدوله يعني يقولوا له هكا، ولو هو بن علي وقت هو رئيس المباشر، وقت هو عارف هو رئيس المباشر يعني كان ينجم حتى قبل نهارين ثلاثه ينقلني ويحط حد اخر يعني كان ينجم يبوفي لو فير. الرئيس بورقيبه ما كانش يهتم بالامور هذه بالكل وما ينجم لا يفيق ولا يهتم. يعني تصور يعني كنت في موقف وقتها حرج برشا. نعرف اللي انا مقتنع كما كل التوانسه في الوقت هذاك راهو اللي الرئيس بورقيبه يعني يلزمه يرتاح. كنا كلنا مقتنعين يعني خاطر ولا كسعيد اساسي ولا تلو مانيبيولي وياخذ قرارات يعني بطلب منها هي. باش نجيو بعض الامثله اللي تدوخ شويه تحكي عليها انت في كتابك. هذا الشيء اللي خلى ديجا كل واحد يقول الرئيس بورقيبه خليه يرتاح، تو يعني العمر نتاعو والمرض نتاعو مخليه. شكون جات في الوزير الاول؟ الوزير الاول اللي هو جات في بن علي اللي كنا بعد نعرفوه شنو بن علي. ولكن بحيث يعني قعدت نخمم قلت تو انا عندي حاجتين، اما باش نقبل وهذاك يعني يلزم باش الامور تمشي مادام خاصه اللي الواحد اطمئن اللي ماهوش ما ثماش تهديد على لحياه رئيس الجمهوريه. هذا تاكدت منه سي رفيق؟ هذا متاكد منه بطبيعه الحال. يعني هذا يعني ما فماش تأييد، فما يعني سي اون بريز دو بوفوار، فما سلطه باش ياخذها نظرا للظروف نتاع تونس فين وصلت. يعني الرئاسه كانت يعني في حاله ضعيفه برشا. وحتى في صوره ما اذا نقول لا، حتى في صوره ما اذا نقول لا شنو باش يصير؟ انا مانيش باش نخرج من غادي، باش نهبط طول للايقاف باش يمشيوا هما. يعني كما قال لي بن علي قال لي اسمع رانا ماناش متراجعين ولو نستعملوا القوه، هذا بكلامه. وراو في بلدان اخرين الرئيس يعملوا له هكا عمل لي بصبعه تحت الجرجومه يعني يقتلوه. احنا ماناش باش نعملوا هذا، اما باش ناخذوا الامور بكل بصفه حضاريه. دونك يعني هذا الكل يعني في مخي. دونك شنو باش يصير؟ باش يصير هي سي اون بيس دو بوفوار كما قلت لك. هو شنو المهمه هو تغيير الاعوان الامنيين. هما كلهم اعوان امن. ايوه وهذاك اللي يطلبوه منك سي رفيق الشلي، كونه الحبيب عمار يحط رجال الحرس الوطني في براسه رجال الامن الرئاسي. مكان الامن الرئاسي يتحطوا اعوان الحرس الوطني، وهما كلهم اعوان الدوله، كلهم اعوان امن. فهمتني؟ عاد علاش هو باش يحط الحبيب عمار؟ باش الحبيب عمار بصفته يعني هو معاه نيميرو 2 يعني يتحكم في اعوان هذوك نتاعو خير من حد اخر.
ولذا وكم اللي هما يعني سون ديتيرميني فيش حتى كلام. حتى لو انا رفضت وتقوينا بنادق ضد دبابات عمرها ما تنجم باش تكون باش يصير باش يولي سيلان دم وقتلى، وممكن فاك الوقت هذاك يولي حتى خطر على حياه بورقيبه. دونك وليت خاصة وانت تحكي سي رفيق الشلي كيف دخلت ولقيتهم في الاجتماع هذايا، يعني تقريبا الدولة الكل كانت موجودة معاه، يعني بالجيش بالأمن بالحرس كلهم كانوا موجودين غادي، يعني باش تقول انت تعمل ريزيستانس باش تكون ربما وحدك في العملية. يعني لكن هذايا خليكم من بعد مع الحبيب عمار توصلوا للقصر الرئاسي، ولكن حتى اوامرك انت سي رفيق الشلي في البدايه اعوانك ما حبوش يلتزموا بها. ما هو احنا عن وقت اللي نكونوا عواننا عوان امن الرئيس نكونوهم تكوين خاص منهم، نقولوا لهم راهو ردوا بالكم، وخاصه في الليل اذا يجيكم ولو رئيسكم يجيكم بتعليمات اللي هي لا تتماشى وامن الرئيس ردوا بالكم تطبقوها. ايوه فهمت. وانا كنت خايف من هالموضوع هذايا في الليل وقت اللي مشيت بعد مع الحبيب عمار، كنت خايف لما يوقعش يعني لا يوقع ما يوقعش يعني يمشيوا بالاوامر نتاعي يرفض. والحبيب عمار وقتها حب باش نمشيو احنا ونتعداو للسكنه نتاع العوينه ويهز معاه يعني الوحدات نتاعو الخاصه منهم نتاع الدبابات يعني كذا ونمشوا بعضنا. وليت قلت له يا سي الحبيب من غير ما يكون الامن الرئاسي في باله وقتها. اي مازال في باله. وليت قعدت نخمم قلت ان شاء الله يمشي معايا يا سي الحبيب عمار. قلت له يا سي الحبيب راهو احنا مكونين عواننا كذا وكذا ولذا ماذا بيا نسبق انا وياك قبل بدريج او 10 دقائق ومن بعد الجماعه دخلت علينا، خاطر لو نمشي انا نوصلوا معانا الدبابات وقتها باش تولي برشا شكوك وما عادش نجم انا ما عادش يمكنني باش نطاع، ما عادش يسمعوا كلامك، ما عادش يسمعوا كلامك وقتها سي ترو تار. وانا نقول علاش ان شاء الله يعني يقبل، على خاطر لو ما خاطر نجم يكون يقول بالك باش يعمل لي ان بياج باش يشدني في القصر ولا كذا وتتقلب الامور وكذا، يخمم هكا. خاطر هو يعني قال له بن علي احنا خارجين قال له فهمتوا اللي قال له يعني رد بالك خاطر موش عاطيني برشا جنب يعني. وانا كيف عملت يعني بقناعه ان المهم يعني ما تمسش حياه بورقيبه، ما تتمسش. وعارف اللي هو هكا ولا هكا هو باش ياخذ الحكم. وبورقيبه اعطاه كل شيء. يعني اعطاها السلطه كامله في وزير الداخليه وقتها اعطاه السلطه كامله في البلاد يعني بحيث باش نعملوا احنا مجبورين باش ننفذوا، احنا عوان دوله فهمتي موظفين يعني وذيك كيفاش خدمتنا. واضح. دونك وصلتوا وصارت المواجهه الاولى مع احد الاعوان نتاعك اللي انت حتى تذكر اسمه في الكتاب سي رفيق الشلي، وتقول كونه قال لك لا كيف طلبت منه انه يتم يعني الامن الرئاسي ينسحب، قال لك لا من الاول ومن بعد باش لو كان تحكي لنا التفصيله هذيا كيفاش صارت. وقت اللي وصلنا لباب القصر شافوني العوان نتاعنا حلوا لنا الباب، دخلت انا والحبيب عمار وكان عنده معاه يعني عون حماية معه كان مسلح بسلاحه ودخلنا. طلبت من عوان المراقبة احنا في القاعدة في الباب الرئيسي يعني. قلت له عيط لي للضابط المسؤول عن الحراسة، كان يتفقد في قريب، عيطوا له في سعجاء هو اسمه الوكيل تقوق الله يرحمه توفى. عاد قلت له يا وكيل تو باش تمشي تسحب الحراسة نتاعك تحط العوان في الثكنة تاعنا ثكنة احنا غاديكا تلتحق بيا لهنا. خزر لي متحجب يعني كيفاش في عقب الليل بعد نصف الليل خاصة بعد نصف الليل أوقات حساسة كيفاش نحي حراسة بورقيبة يعني. خزر لي تاحى توقف في حالة استعداد وقال لي سيد المدير راني ما نجمش ننفذ هالتعليمات. وانا كنت متوقع هذا على خاطر ما هو صعيب باش من الاول يقول، كنت متوقع هذا. سي حبيب عمار وقتها تغشش كيفاش هذا يرفض باش ينفذ التعليمات وحاول باش يجبد المسدس نتاعو. يعني ظهر لنا اللي عنده مسدس يجبد الفيستا نتاعو. وشكون هذا وانا خفت حبيب عمار نعرفه شويه هكا خفيف طريف. سي الحبيب شويه
يلزمني نبقى باش نشد الامور في يدي باش ما تفلتش، خاطر كان خرجت كارتوشه سيئه، خاطر عندي العوان الاخرين واقف في يدي يستناو، عندي غاديك مكان نتاع ريزيرف، دونك يافي دي زاجون موجودين غادي بسلاحهم وكذا. قلت له بشوي ورجعت لوكيل تحقوق، قلت له يا وكيل تحقوق توا حالا باش تمشي تسحب العوان تحطهم في الثكنه وترجع لي، وهذا امر. وقت اللي قلت له هكاك وشاف لي الامور جديه وقتها يعني قعد في حاله استعداد وقال لي امرك سيد المدير، مشى باش ينفذ التعليمات. واضح. سي رفيق الشلي، احنا باش نرجعوا من بعد انت عايشت بورقيبه تقريبا بصفه مباشره لمده 14 سنه، يعني تقريبا من او 10 سنوات 10 سنوات اي. وليت من 73 انت شديت الامن رئيس الجمهوريه، لكن هنا السؤال 7 نوفمبر 87 بالنسبه ليك الساعه، هل تعتبروا اليوم تقول هو إقالة لبورقيبة ولا هو انقلاب عليه؟ والله تو هو سؤال هو هذا سؤال يعني لأنه علاش؟ يعني لأنه أنت تقول كنت تقول أنا تو سي رفيق شلي حالة بورقيبة الصحية وقتها، وباش نرجعوا نحكيوا عليها بالتفاصيل، يعني كانت شبه إجماع التوانسة، باش ما نقولوش إجماع التوانسة أنه الزعيم يزمو يرتاح، يزمو يتنحى من رئاسة الجمهورية. في الظرفية هذيك كنت تعتبره إقالة وإلا انقلاب؟ هو راهو بورقيبة يتي توجور لوسيد، ما اللوسيديتي نتاعو ما مشاتش، تبقى البدن هو اللي تعب وهو اللي كبر. هو كان تشوف من الناحية القانونية، من الناحية الدستورية، الوزير الأول هو يعني في حالة ينجم يطبق هذا، ولكن اللي هو ماهوش ماشي مع الدستور هو كيفاش يعني كيفاش اون كونستات اللي هو الرئيس مريض بطب جاو باش يصحوا من غير ما يشوفوا المريض. يعني تولا كان مشاو شافوه يقولوا غير قادر على مواصلة حكم البلاد، نقولوا ما هما العملية هذه ما تعملت في وزارة الداخلية، والطب أمضاوا في وزارة الداخلية، وهذا يولي غير قانوني وينجم يشبه أكثر يعني أخذ الحكم بالقوة، يعني الانقلاب أكثر منه الإقالة أو الطريقة الدستورية. واضح. في صفحة 25 من كتابك سي رفيق الشلي تقول أنه بن علي كان مخطط العملية مع الإيطاليين، وأنه في حالة فشلها كان فما طائرة إيطالية تستنى فيه للهروب لإيطاليا. هل فما أكثر معلومات على مشاركة الإيطاليين في العملية هذه، وخاصة علاش؟ يعني شنو أسباب أو الحاجات اللي تفسر قرب بن علي من الإيطاليين وقتها؟ هو بن علي وقت اللي كان مدير عام الأمن الوطني، وحتى وقت اللي كان مدير الأمن العسكري، وما عندهم علاقات مع المصالح المخابرات الأجنبية، ومنهم يعني الإيطاليين. سبب السيزمي هو مصالح المخابرات الإيطالية، وكانت عنده علاقة مع فيلفيو مارتيني اللي هو كان على رأس هذا الجهاز. والعلاقة نعرف اللي حتى من الحبيب عمار مشى، يعني كان بعثوا عدة مرات لإيطاليا في الفترة هذيك قبل، وقت اللي هو شد الأمن وشد وزارة الداخلية، كانت العلاقة مع الإيطاليين علاقة كبيرة وباهية. ويقول فيلفيو مارتيني هو بيدو اللي يعلن في الصحف اللي هو يعني كان على بينه من الموضوع هذايا، وهو اللي ساعد بن علي على اساس حاضر باش اذا كان ما تنجحش العمليه باش يهربوه. وعمل دور كبير في الفيو مارتيني، يعلم حتى المجلس النواب نتاعهم زاد تذكر في الصحف، وقال لهم اللي احنا هو اللي عملنا يعني ساهمنا في تعويض بورقيبة ببن علي هذاك اللي فايت البلاد، اللي فايت إيطاليا. واتصل حتى بالجزائريين باش علمهم، خاطر الجزائريين كانوا في بالهم. الليبيين من جهة أخرى بن علي عنده زاد صلة ب وانت تحكي عليها قربه بالقذافي، كانوا في بالهم. وفيلفيو مارتيني زاد يتكلم يقول وقت اللي تحدثت مع لو جنرال إمبو اللي هو رئيس الجهاز الفرنسي لا دي جي اس او، وكذا شويه تغش عليه بو، قال له كيفاش انتم تلاقينش مدخلكم في تونس، يعني اللي هي تابعه للامبير فرنسي كما هو قال وقتها. دونك يعني الشيء الثابت هو الايطاليين
بما صرح به رئيس الجهاز متاعهم، كانوا على علم وساعدوا بن علي على القيام بالعملية هذه. واضح. على كل حال سي رفيق الشلي، الأكثر التفاصيل هذه موجودة كلها في كتابك اللي مازال كيف خرج، لو سندروم دو كارتاج دي بريزيدون حبيب بورقيبة زين العابدين بن علي. كتاب نذكر لي البريفاس نتاعو مكتوبة من نيكولا بو اللي معروف كتاباته في مجال على الفساد في تونس. كتاب سومو 19,000، تلقاوه متوفر في المكتبات وتلقاوه في البارتنير نتاعنا كولتوريل في المنزه وكولتوريل في الزفير في المرسى. مازلنا باش نحكيو معاك وشويه اخر باش نرجعوا معاك سي رفيق الشلي على السنوات الاخرى في حكم بورقيبه، صحه الرئيس والضغوطات اللي كانت ممارسه عليه، خاصه كما انت كنت تحكي من الناس المقربين والدايرين به في وسط القصر وعلى راسهم سعيد الساسي. مش ساعات ديما تلقاو حاجات مهمه برشا باش تلقاوها في لو سندروم دو كارتاج دي بريزيدون حبيب بورقيبه زين العابدين بن علي. تيموانياج دو رفيق الشلي المدير امن رئيس الدوله والشخصيات الرسمية سابقا، كتاب فيه أكثر من 250 صفحة، يرجع فيه مدير أمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية سابقا على شهادته، يرجع على شنو صار نهار 7 نوفمبر، يرجع على سنوات حكم بورقيبة، يرجع على عدد من الأحداث اللي صارت في حكم بن علي. هيت نمشيو سي رفيق الشلي نحكيو على السنوات الأخرى من حكم بورقيبة. تعينت في أمن رئيس الدولة في عام 73، في وقت كانت فيه الحالة الصحية البورقيبة ماشية وتدهور. كيفاش عايشت بورقيبة منذ 73 ربما حتى أن تم عزله؟ كيفاش كان بورقيبة وقتها؟ ملي تعينت يعني على رأس الإدارة هذه نتاع من الرئيس في 73، وقتها صحة بورقيبة بدات بشوية بشوية، ولكن في فترات. فما فترات اللي هو يعني بصحته كاملة. أنا نتذكر سنوات 74 75 76 السنوات هذه الرئيس بورقيبة زار الجمهورية التونسية كل الولايات وكل المعتمديات، حتى المعتمديات النائية. وهيك علاش يعني في وقت من الأوقات ولينا نستعملوا في الهليكوبتر، خاطر فما بلايص شوية صعاب باش نجموا نوصلهم بالكراهب وكذا. هو من نوعك اللي يحب الاتصال المباشر بالتونسيين، بحيث وكل مكان وكل ولاية يزورها لابد باش يزور مختلف المعتمديات، يحب يشوف عن قريب يعني التوانسة، يعني الشعب التونسي. عاد دونك السنوات هذيك اللي كان فيها احنا عندنا برشا دبك يعتبر يعني خاطر تتحرك برشا رئيس الدولة. رئيس الدولة يعني مش سهل، يعني فيه تحضيرات كبيرة وفيه إمكانيات كبيرة من ناحية الأعوان الأمن، من ناحية التجهيزات، من ناحية البرامج. يعني نتفكر الفترة هذيك فترة متاع عمل قوية، وكان وقتها لاباس عليه، يعني كان كل اما تبقى تجيه فترات اللي هو فما كي نكسة يمرض ويتعب وش خلاه يعني تجبر باش يتنقل برا عدة مرات باش يداوي، سواء في ألمانيا ولا في فرنسا أو في سويسرا كذلك. يعني وجاته فترة خاصة اللي هو تعب ياسر وقتها، كان يجيه الأرق، ما يرقدش، الانسومني هذيك كان مسكين تعب فيها برشا. وتفكر يجي الطبيب يقول له يا طبيب شوف لي يعطيني حتى طريف الاخر نرقد طريف كي العباد حتى 4 ساعة راني ما نرقدش بكل. هذيك فترة زي كانت صعيبة بالنسبة له، وثم يعني مع التريتمون اللي عملوا مع الالمان ومع السويسريين يعني تحسن فهمت. هذه ربما اهم شهادتي عندك على الفتره هذيك في الحاله الصحيه للرئيس. في كتابك سي رفيق الشلي تتحدث على الدور اللي لعبته سعيد الساسي في حكم بورقيبه في اعوامه الاخرى. المعروف اليوم تقريبا عند برشا عباد انها هي اللي كانت وراء وصول بن علي للوزاره الاولى، وكانت ديما تقول بورقيبه هذه الشهاده نلقاها في كتابك بن علي صيد، وهو الوحيد اللي نجم ربما يحمي البلاد. لكن اللي يتقال مش يمكن لأول مرة ولكن بصفة واضحة عندك في كتابك سي رفيق الشلي أنه من الأساليب اللي كانت تستعملهم باش تضغط على بورقيبة انسى في قصر قرطاج، وحكاية كبيرة انسى في قصر قرطاج اللي كانوا يدخلوا من غير ما يتم تقييد أساميهم يخرجوا. شو حكاية انسى وسعيد الساسي سي رفيق الشلي؟ هي سعيدة الساسي هي يعني بنت أخت رئيس بورقيبة، وكانت ما هيش على علاقة طيبة مع مرت رئيس بورقيبة وسيلة بن عمار.
وقت اللي تمشي وسيله غادر هي تجي تشد البلاصه. ايوه جيت باش تقعد مع الرئيس. أي. دونك علاش هي غياب وسيله بن عمار على قصر كرتاج وبعد بعدها على بورقيبه كان عنده تاثير كبير على يعني مجرى الاحداث فيما بعد. على خاطر جات سعيده واستقرت ولات هي اللي موجوده غادي. وبن علي اغتنم الفرصه مع سعيده يعني محضر الامور كذا باش هي اعطاها برشا امكانيات وجلبها ليلو بطرق وسائل مختلفه. حتى ولات هي ما تمن الا بن علي. بن علي شد وقتها فهمت شد الامن عنده لوتوريتي. هل كانت فما علاقه حميمه بين بن علي وسعيده السيسي؟ يظهر لي فما علاقه. عاد وقت اللي دونك بحيث هي في القصر بصفتها اللي هي ولات موحدها مع بورقيبه كانت اللي يمليه بن علي هي تنفذه. ومن جمله الحوايج هو موضوع التطرف الديني وجماعه الاتجاه الاسلامي. هذا موضوع كبير. علاش؟ على خاطر ولا بن علي يستغل في هالموضوع هذايا باش نوعا ما يعطي صوره خطيره وخاطئه في الواقع يعني لبورقيبه على جماعه الاتجاه الاسلامي. على اساس يعني قاعدين يحضروا وعمليات ارهابيه ومؤامرات وكذا وشنو ولا يعني نوعا ما كانوا يخوف فيه ولكن انا هاني موجود. فهمت؟ وفي برشا حالات يعني حتى بعض عمليات صارت وكذا انا شخصيا ما تعطيش الأهمية أنه كان وراها هو باش بن علي ما يكونش وراها. واضح. ولو بصفة غير مباشرة. مثال على العمليات هذه؟ عمليات مثلا نتاع الوثلة نتاع مستير ونتاع سوسة. يعني ما تشكش كونه في العمليات هذيك ربما كان بن علي وراها. لا هما عناصر من الاتجاه الإسلامي. الاتجاه الإسلامي اللي عملوها. تبقى من تالي شكون مانيبيولي باركي انا من شك انا يعني واضح. وارد بالنسبة لي باش يكون هو. علاش؟ على خاطر في عملية من العمليات احنا في مستير في قصر سقانس بورقيبة يمشي يعني في الصيف غاديكا. وانا موجود غادي سمعت اللي في موتيل في مستير يعني لقاو فيه قنبله وكذا وشغلوا على خزيت السياره ومشيت نجري نشوف نلقى بن علي موجود هو يلزم يكون في تونس مش مجايبه لغاديك. وعلى اساس يعني فاقوا ما عادش كذا وهزوا الامور كله والامور ركحت في الاوتيل وكذا. هو كي شافني حسيت ولي ما حبنيش مش جاي نعمل. وهو كان عنده يعني بصون فروا مش نتاع واحد مدير امن اللي لقاو قنبله يعني حاجه الواحد يكون الناس كل يعني داخله بعضها. لا بكل هنا عجب هذا كله يعني سون فروا ويقب سنسير راح نلقاو في القنابل في تونس. فهمتني من المفروض هذا اللي خلاني انا مانيش مطمئن برشا للموضوع هذا في العمليات هذه. وكما قلت سيادتك يعني كان نوعا ما يخوف الرئيس كذا. وسعيده من جهتها من خاطر كان بن علي اللي هو وزير الداخليه كل يوم يجي يزور بورقيبه في ويحكيوا كان في الموضوع هذا انت تقول في الكتاب. يعني هي قبل ما يجي تبدا سعيده خاطر نكون حاضر الصباح في الجوله نتاع الرئيس بورقيبه. سعيدة تبدأ تحكي له خالي راهو جماعة هالخوانجية هذوما وكذا وشنو وبن علي فهمتي لكن مش هو راهو البارح ليل كامل وهو يدور في البلاد وكذا باش ما يعملوا حتى شيء. راهو غول اللي عندك راهو فهمتي صيد فهمتي كذا تكبر له في الشيء. يجي بن علي زاد كيف يقول يجبد له ديما الموضوع هذا ما عندوش حاجه اخرى. هاو لقينا هاو عملنا هاو كذا. حتى نوعا ما بالنسبه لبورقيبه كانوا جماعه الاتجاه الاسلامي شنو المؤامرات هذوما يعملوا فيهم بحيث قعد شادد هالقلم هذايا يعني باش ينجم يبقى اولا الساعه يضمن بقاه في مكانه ممكن خير. ومع سعيدة اللي هي تحب يعني تبدا تحضر له لمهام اكثر. لو كان نرجعوا للنقطه اللي كنا نحكيو فيها السي رفيق الشلي الانسان اللي دخلتهم سعيده السيسي القصر قرطاج البورقيبه وانت تقول حتى انه وصلت تستعمل فيهم باش تاخذ من عنده قرارات. تتحدث على حادثه مثلا في صفحه 31 تقول بدلت خط مترو
بالاعتماد على الحكايات هذيا، لانه خط المترو يتعدى من قدام دار صاحبتها ولا شنو يقلقها الحس، وبالتالي كلمه الرئيس وعدته بوحده من الفتيات هذوما ربما اللي كانوا يترددوا على قصر قرطاج، في مقابل انه يغير خط المترو الى هذه الدرجه. يعني وصلت يعني هو الامور. هو فما بعض من النساء يعني يجيوا على اساس شكون يقرا له جريده وحاجه يعني كذا. عاد بورقيبه راجل كبير وفك العمر هذاك، وقعدوا نوعا ما يعني مانيبيولي، فهمتي، دخلوا له، وهو كان يحب هك لا كومباني نتاع الجنس اللطيف يعني. عاد في كل مره وين بيجي حد يكون فرحان. انا جاتني تعليمات من بن علي بيدو، قال لي نحب السياره نتاع الرئاسه اللي تجي وتجيب فيها يعني واحده من النساء ذوما، يعني ما لا توقفوها ولا تاخذوا اساميها ولا حتى شيء. قلت له كيفاش؟ قال لي لا، يلزم ما نحبش نعرف العواد يعرفوا شكون اسماء وكذا. بون احنا ديسكريتمون يعني نحاولوا باش نعرفوا، معروفين الناس يجيوا على اساس هكا باش تقرا له جورنال ولا باش تقعد معاه شويه ولا كذا. عاد في مره من المرات باش تشوف التاثير. انا علاش الشيء اللي خلاني وليت مقتنع اللي بورقيبه وقتها يلزموا يرتاح. يعني مره من المرات جاء قالت له احنا في جوله قد في القصر، قالت له يا خالي راهو في الخامسه نتاع العشيه راهو عندك زياره. هو تفرهد، قال يعني شاخ ولا يخزر المقاله نتاعو ويحسب يعني في السوايع وقتاش باش تجي. ومن بعد قالت له اسمع راهو فما موضوع حبيت هكا باش نقوله لك. قال لها شنو تحب؟ قالت له المترو هذا اللي يعملوا فيه هذا في شارع برتو، هي عندها حد من اقاربها يسكن غادي. واحنا نعرفوا اللي الاشغال في شارع برتو كملت وعملوا حفروا وعملوا كذا، والسكه بدات تركب يركبوا زك يعني اشغال في نهايتها. قالت له احنا شارع برتو مقلق، علاش ما بدلوهوش في جهه اخرى؟ قال لها علاش لا؟ واعطاه تعليمات باش وتبدل المترو وتوقفت الاشغال. الاشغال توقفت. واضح. يعني في كتابك سي رفيق الشلي ترجع على عدد هام من الاحداث اللي عشتها مع الرئيس بورقيبه، منهم احداث نعرفوا اليوم العدد من تفاصيلها كما الوحده التونسيه الليبيه، مؤامره قفصه وغيره، لكن انت تحكي عليها من منطلق الانسان اللي عايشها بصفه مباشره حذو رئيس الجمهوريه. اما فما عدد من الاحداث اللي ما نعرفوهاش، مثلا حاله الاكتئاب اللي كان عليها بورقيبه عام 76 اللي خلته يعدي 3 أشهر كاملين في كلينيك بيلير في سويسرا. تقول انه بورقيبه حكى معاك وقتها على الانتحار. لو كان تذكرنا شنو صار بالضبط في الحادثه هذه اللي تحكي عليها في كتابك. هي كانت فترة صعيبة بالنسبة للرئيس بورقيبة، كانت حالته الصحية تعبة في الفترة هذيك، وكلاش هو مشى لسويسرا في كلينيك خاص في بيلير. على هو المشكل هو الأرق اللي كنا نحكيو عليه. وكان متعبه برشا، هو تعرف عبد كيف ما يرقدش يعني صعيب ياسر. وكان في فترة ممكن فترة ضعف، يعني أنا كل يوم هو يخرج يعمل الجولة بتاعه في البارك نتاع الكلينيك هذيك، عنده بارك كبير ياسر. لكن الجولة هذيك فما نهار متقلق ما رقدش، قال لي أنا وياه ومعي زوج ضباط بعد شوية، قال لي ما رقدتش وما تو مازالوا ما عملوا لي حتى شيء، وناخذ في الدواء وباقي فديت انا ماذا بيا عندكش انتم في ادارتكم مش تعطيكم هكا سلاحات وكذا. قلت له قال لي ماذا بيك تجيب لي واحد غدوه، فهمتي، خلي نرتاح هذا الميديسين ما وصلتش باش القاتل يعني حل. شفت يعني كان جاء في حاله نتاع ضعف نتاع بشر يعني اللي هو من التعب نتاع الارق نتاعو. قلت له سيدي الرئيس انت تو مازلت على اول التريتمون تو وكذا تتحسن وشنو هكا. قال لي سيد لافوتاز، هذه كلمته. سيد لافوتاز هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني مات. كيفاش كذا؟ وسكتنا. ومن وقتها كملنا الجولة ساكتين، لا اتكلم هو ولا تكلمت انا حتى الفين كم. هيا قلت هذا ينسى، الحمد لله نسى، ما عاودش حتى وصلته يعني قبلوا الفالي باش يدخل البيت نتاعو، ما راني الا خزر لي قدام الجماعه كله، قال لي اسمع ما تنساليش هكا الموضوع غدوه. ما قعدوا داهشين شنو هالموضوع، وانا قلت الله يبارك سيدي الرئيس ومشى.
ياك هو اللي مشيت للريزيدونس غاديك فما زوجته موجوده غادي وسيله بن عمار. ايوه وقتها باش قلت لها على اساس باش تمشي تفهموا شويه خاطر قتلوا تو هذاك مدير امنك باش يعطيك كذا وكلام هذا فهمت. وحتى وزير الداخليه وقع على ابو جوستومون وانت تحكي عليها زوجة الرئيس وسيلة بن عمار، هي امرأة أخرى كانت وراء عدم الانتحار لأن هي دخلت في الحكاية هذه. ربما وسيلة بن عمار ولا الماجدة اللي كان لها تأثير كبير زاد هي على السياسة في تونس سي رفيق الشلي، أما ما تحكيش عليها برشا في كتابك سي رفيق الشلي. وسيلة بن عمار هل عندك بعض الأمثلة على تدخلاتها اللي معروفة اليوم في تونس في السياسة العامة للبلاد وسيلة بن عمار؟ والله يشوف هو في الواقع الكتاب هذا انا ما عملتوش يعني كتاريخ الرئاسه وتاريخ تونس وكذا، انا تكلمت على بعض احداث اللي انا عشتها مباشره سواء كشاهد او كاكتور يعني عامل في بالضبط، بحيث ما اكتفيت الا بالاحداث هذه باش نكون اللي اولا الساعه شهاده يعني صحيحه 100% على خاطر انا عشتها بالضبط، وما تكلمتش على اشياء اللي انا ما عشتهاش. يعني ما عايشتش ما بين ظفرين ربما تدخل مباشر ولا غير مباشر لوسيلة بن عمار في الحياه السياسيه في تونس؟ هذا ما عشتوش اولا، وهذه اذا فما حاجات راهي تصير في وسط القصر الداخل يعني في امور ضيقه بين الرئيس وزوجته. لو كان نرجعوا لبن علي سي رفيق الشلي، خدمت معاه وكان عارفك المباشر المده طويله نوعا ما، وصفتوا برشا تفاصيل في كتابك، ما باختصار لو كان اليوم نطلب منك انك تقدم بن علي كيفاش نجم تقدمه؟ والله بن علي هو احنا متعرف احنا بن علي خدم معانا من سنه 78 كمدير عام الامن الوطني، حيث من قبل خاطر جاء في فترتين راهو الامن 78 قعد حتى ل 80 سنتين ثم مشى وعاود رجع. هذا بحيث نعرفوه احنا خاصه في الفتره الاولى. يعني هو ضابط سامي من الجيش وقع تسميته على رأس الأمن. دوب ما جاء من المدة الأولى ساعة ثلاثة أسابيع بعد ما تسمى صارت حكاية يعني الخميس الأسود في تونس بتاع 26 جانفي 78 واللي وقع فيها يعني برشا ناس ماتوا ودم في مواجهة مع الاتحاد. هذه أول حاجة دوب ما عملها. العام الثاني متاعه يختمها لنا بعمليه قفصه اللي دخل السلاح وكذا وحد ما في باله وعباد وكذا يعني ومصالح ما ثماش مصالح امنيه بالكل يعني في البلاد وكانه ما ثماش مصالح، بحيث انا بالنسبه لي مدير امن من نوع هذايا يعني يعتبر يعني ما عندوش مقدره باش يشد حتى الامن الوطني مش خلاه وقتها نحاوه. كان عنده شويه هكا يعني مش الشخص في الفترة هذيك عمرك ما تنجم تخزله اللي هو ينجم يكون رئيس جمهورية ويقود بلاد ويحبك البلاد ويحب الشعب ويحب كذا، مش من نوع هذايا. ظروف هي اللي خلاته وقت اللي رجع المرة الثانية على إثر أحداث الخبز. زاد ديما جاء على إثر أحداث الخبز، بحيث وقت اللي جاء في الفترة هذيك مع الأسف وقت جابوا سي محمد مزالي وناس أخرين في يعني كانوا سبب مانيش عارف. تعجبت انا شخصيا كيفاش رجع هذايا ما نجحش في الفتره الاولى نتاعو، كيفاش عاودوا رجعوه مره اخرى. رجعوه على اساس يعني هو شد الامن. وقت اللي شد الامن اعطاوه كارت بلانش، جاء في على اثر حكايه الاحداث دونك يلافي لا لاتيتود كامله باش يسمي ويحط ويعمل وكذا. جاب قوه اكثر من المره الثانيه. وسي محمد مزالي وقت الوزير الاول يعني خلاله المجال باش يتصرف كيف ما يعني كيما يحب. سي محمد مزالي بعيد عن الامن يعني مش يعرف، هو اغتنم الفرصه باش هو وصل حتى حب يتدخل حتى في امن الرئيس في وقت من الاوقات يعني اللي هو امن الرئيس وحده يعني هو مدير امن لاهي الامن العمومي. مره الرئيس باش يمشي في زياره لبرا وفي الطائره نتاعو قاعدين نحضروا فيها العوان نتاعي وكذا، يحضروا ويركزوا ويشوفوا الامور الامنيه اللي يعلمني المحافظ اللي انا بعثته غادي يقول لي راهو محافظ المطار قال لك راهو مدير الامن الوطني سي بن علي يحب يبعث معاكم اعوان من تاع امن الطائرات. قلت واش ما دخل عوان من الطائرات؟ فما عوان من الرئيس. كيفاش ندخلوا عوان ما نعرفوهمش في بحث الرئيس يعني حب. قلت له نوني با كيستيون. بن علي
علمه محافظ المطار قال له راه مدير امن الرئيس ما حبش سكت وحب يعملها يعني كأني يشوف جاس نبض. ايوه ما جامش يولي او خاطر اذا كان نقبل يولي قاعد يدخل في امن الرئيس كيف ما يحب هو ولا جبد لي على الموضوع هذا تماما. واضح. ملف خطير تحلوا في صفحه 217 من كتابك سي رفيق الشلي، تونس والمخابرات الاسرائيليه. خليل لوزير واحد من مؤسسي فتح المعروف باسم ابو جهاد باش يتقتل في تونس في ابريل 88. حتى مرة ما تقول أنه بن علي كان وراء العملية، ولكن ولا عاون عليها بصفة مباشرة ما غير مباشرة. ما تقول أنه العملية تعملت بطريقة وبتنظيم ما ينجم يكون كان وراها شكون الطريقة العملية هذه. شنو التفاصيل اللي تنجم تخليك تقول ربما نعرفش كان تتفق في التوصيف هذا سي رفيق أنه ربما النظام الأمني البن علي وقتها ساهم في قتل أبو جهاد؟ الواحد ما ينجمش يتهم حد من غير أدلة من غير دليل. أما عملية أبو جهاد وقت اللي صارت في تونس بكلنا اهتزينا ليلها، كيفاش يوصلوا الإسرائيليين باش يدخلوا لتونس ويقوموا بعملية كما هكا دون توت امبونيتي افيك توت امبونيتي، يعني ولا فاقوا بهم حد وكذا، خاصة اللي هما جاوا يعني على زوارق ليلا ويلقاو سيارات. وين وقفت الزوارق؟ انت حتى تقول البرت ولا الشيره اللي وقفت فيه؟ جهه رواد. شيره رواد. جهه رواد. أيوة. علاش؟ على خاطر لقينا السيارات في غدوه الصباح الفارغه اللي هزت المجموعه، لقيناهم موجودين غادي فارغين اللي وقع كراهم في تونس. أيوة. حيث فما جماعه سبقت قبل كراتها السيارات هذه وعملت نظمت الامور واعترضت الجماعه في الليل هبطوا عن طريق الزوارق. مشاو عملوا العمليه نتاعهم ورجعوا وخلاو السيارات وحتى نتاع السيارات روحوا معاه. ايوه فهمت. احنا وقت لقينا السيارات فارغه في رواد حبينا نشوفوا منين لقيناهم مكريين. لقينا يعني العقود نتاع الكراء وخذينا الاسماء والهويات من العقود هذيك ولقيناهم لبنانيين وجوازات سفر لبنانيه. ايش عملنا؟ اتصلنا بالطرف اللبناني، عندنا معاه يعني اتصالات وتعاون، قلنا له شوف لنا شكون هم الجماعه هذوما. انا وقتاش دخلت في وقت كمدير امن الامن الخارجي يعني في النيفو هذايا علموني باش نشوفوا مع الطرف اللبناني كيفاش نجموا نعرفوهم الناس هذوما. ايوه بعد اسبوعين او ثلاثه نقبل مدير الامن اللبناني اسمه نعيمه، جاء قبلته في المطار وعملنا جلسات وكذا، قال براني شفنا عملنا ليزانفستيغاسيون نتاعنا الكل واتضح لي هذوما جوازات سفر لبنانيه للبنانيين، جوازات سفر صحيحه وعندهم لبنانيين معروفين هذوما في مدينه صور. ومدينه صور هذه في الفتره هذيك كانوا الاسرائيليين يجيوا ويعملوا عمليات نتاع حجز ونتاع دي بيركيزيسيون نتاع كذا وياخذوا لهم هذوم الجوازات اللي حجزوهم مسروقين معناها الاسرائيليين خذاوهم واستعملوهم في العمليه ما لهم يعني لكن انت تقول طريقه وصولهم وصلوا للشيرة رواد بالبطوات، دخلوا بالزوارق، دخلوا ما شافهم حد، عملوا العمليه رجعوا وهربوا ما شافهم حد، غياب تحقيق جدي. تقول في المسألة ما صارش تحقيق جدي. هل تحب تقول سي رفيق الشلي بصفة غير مباشرة كان أنا فهمت مليحة كلامك كونه نوعا ما فما كان مساعدة ولا ليسي فيغ من قبل النظام وقتها؟ هي هذه نقطة الاستفهام اللي تبقى. احنا من ناحية الخارج يعني فهمنا شنو هي الحكاية، شكون هم اللي جاوا سبقوا قبل باش حضروا باش كراو السيارات واستقبلوا جماعة وحضروا لهم الامور وباش نفذوا العمليه نتاعهم. هذه كانت واضحه. تبقى كان من المفروض بعد ما جاتها المعلومات هذه من المفروض كان يصير بحث معمق وتحقيقات معمقه باش نشوفوا هالناس هذوما كيفاش دخلوا. انا ما عندي حتى فكره على الموضوع هذا، كيفاش دخلوا، شكونهم، فين مشاو، كيفاش الناس هذوما جاوا، كيفاش الزوارق وصلت في باخره على يعني من البحر، فين الامن نتاعنا البحري مختلف كذا، حتى حد ما فاق، حتى حد يعني يقعدوا بنقاط استفهام. وما انا ما نعرفش في اللي نعرفه، انا ما نعرفش فما تحقيق وقع معمق
في الموضوع هذا. واضح. على كل حال بقية التفاصيل تفاصيل كبيرة تلقاوها في الكتاب نتاعك، نلقاوها سي رفيق الشلي لو سندروم دو كارتاج دي بريزيدون حبيب بورقيبة زين العابدين بن علي. ما نجمش نختم من غير ما نتعداو على صفحات الاخرى تقريبا في الكتاب اللي تقول راهو برغم كل شيء راهو بن علي وبورقيبة تقريبا ما يتقارنوش حسب ما تقول سي رفيق الشلي. وهذا ما فيش حتى شك. على خاطر في هالفترة الأخيرة يعني من بعد الثورة هو نحب نقول كلمة ساعة. هي الثورة متاعنا وقت اللي قامت. يعني حبيت يعني جو سالو ساعة الشعب التونسي وضحايا اللي على خاطرهم يعني وصلنا احنا باش الثورة نجحت وصارت. الضحايا المدنيين او الضحايا الامنيين. تعاون الامن زاد كان عندهم يعني كيف ضحايا. يعني لولا هما ما كناش احنا يعني الثورة تنجح وما كناش نوصلوا للوضع هذايا متاعنا. واضح. وفك الفترة هذيك حسيت اللي فما ونسمع وكا في الإذاعات في البلاتو التلفزيون في الجرايد في الصحف يعني اللي قارنوا في بن علي مع بورقيبة. قلت لهم كيفاش المقارنة هذه عمرها ما تصير. اللي يتكلم في عود يقول 23 عام يقول 50 عام كذا، كل واحد عنده مساويه. تو بورقيبة يعني إذا كان يمكن نلوموه في حاجة هو اللي ما عملش ما حطش البلاد في طريق الديمقراطية، ما انفتحش ليها. زاد فما سلوي كي ريبروش للرئاسة مدى الحياة زاد كيف هذيك زاد خاطر تمس من القواعد نتاع الجمهورية وركائز الجمهورية. ومن الحقوق الهامة نتاع المواطن اللي هو يمشي باش يصوت رئيس الجمهورية، هذا الحق هذا يتنحاله تولي فما رئاسة مدى الحياة. ولكن من نعرف هو دي بورقيبة هو اللي كون البلاد هذه، وهو اللي من جميع النواحي سواء يعني الصحية ولا التعليمية ولا الاجتماعية، وكون البلاد سيتان باتيسور دان ايتا مودرن. فهمتني؟ وكان ضد الكوريبسيون. وكان نظيف وقت اللي خرج نظيف ما عنده حتى شيء. باركونتر بن علي حاجه اخرى. هذا علاش ما نجموش نقارنوا ان جران بورقيبه افيك ان بن علي يعني. واضح سي رفيق الشلي. على كل حال مدير امن رئيس الدوله والشخصيات الرسميه سابقا، شكرا ليك على حضورك معنا اليوم في شمس فام. اكثر تفاصيل تلقاوها في كتاب سي رفيق الشلي لو سندروم دو كارتاج دي بريزيدون حبيب بورقيبه زين العابدين بن علي. كتاب مازال كي خرج سومه 19 دينار، ننصحكم به على اكثر من 250 صفحه. يرجع سي رفيق الشلي على السنوات اللي عداها مع الرئيس بورقيبة، ويرجع على عدد من الأحداث اللي عرفها وعايشها بصفة مباشرة في سنوات حكم بن علي. لو سندروم دو كارتاج كتاب تلقاوه في مكتبات كولتوريل في المرسى وفي المنزه. من جديد شكرا ليك سي رفيق الشلي. يا توانسة شوفوا كيفاش يغزلوا فينا، شوفوا انتوما اش عملتوا، هاي الجزائر، شوفوا انتوما اش عملتوا، هاي الجزائر.